طيب هو ايه الهدف من البودكاست ده؟ الحقيقة انه العالم دلوقتي بقى مليان مشاكل. كل واحد فينا عنده ضغوطات ومشاكله، ورغم كل ده بيكافح وبيحاول يجتهد ويتعب ويرضي الناس على قد ما يقدر. بس بيجي في وقت بيتعب جدا وبيحتاج ان هو يرتاح، ياخد وقت يعيد حساباته يعيد تفكيره، يبتدي يفكر لقدام. يمكن في وقت يشجع نفسه ويحس ان هو مش لوحده، وانه في ناس كمان عندها مشاكل وبتعاني نفس المعاناة، ويمكن ما وصلتش للنتيجة اللي هي مستنياها. عشان كده فكرة البودكاست ده هو استراحة محارب، واللي فيه بنقول كلمات تشجيع، بنعيد حساباتنا، بنصحح مفاهيم، بنحاول نشجع الناس انه انت مش لوحدك. في ناس كتير عندها نفس المشاكل وبتحارب نفس الحروب، ويمكن لسه ما وصلتش للنتيجة اللي هي مستنياها. طيب الحلقة دي يمكن تقيلة شوية، أم، وهي بتجاوب على سؤال: انت لوحدك ولا معاك حد؟ عارف احساسك وانت في وسط ناس كتيرة بيضحكوا، جو جميل، كله مبسوط، بنهزر وبنضحك، بس انت في الحقيقة انت مش مبسوط. على وشك ابتسامة بس مش فرحان، بتهزر بس مش مبسوط، بتتكلم بس مش عشان مهتم، بس عشان اسمك موجود في المكان. احساس لما تبقى مع اقرب ناس ليك والناس دي مش حاسة بيك، مش متخيلين انت بتمر بايه، مش مقدرين انت بتمر بايه. هما في دنيا وانت في دنيا تانية. لما تبقى متضايق او حتى فرحان وراجع سايق عربيتك وبتشوف مين من صحابك او حبايبك هتكلموا عشان يشاركوا الاخبار دي، بس للاسف ما تلاقيش، او تلاقي بس تاخد خطوة كده وتقول لا مش هتكلم، مش هتفرق حاجة. احنا بنتكلم هنا عن احساس من اسخف الاحاسيس اللي ممكن الواحد يمر بيها، واحيانا كتير بيخاف يشاركها، وهو احساس الوحدة. الوحدة مش بس لو انت مش معاك حد او مفيش حد قريب منك او عايش في غربة، دي الصورة الواضحة للوحدة، بس في صور اعمق من كده بكتير، وبنعيشها تقريبا في ايام كتير قوي من حياتنا. يعني مثلا انك مع ناس مش شبهك، مش زيك في التصرفات والفكر، ومعاهم عشان دول بس اصحاب عمرك، او يمكن مفيش غيرهم دلوقتي في دايرة معارفك. طبيعي حد يسأل ازاي انت غريب عليهم ودول صحاب عمرك، يعني اتربيتوا مع بعض سنين العمر كلها معاهم. الموضوع بسيط، احنا بنتغير، طريقتنا وتفكيرنا بيتغيروا. لو بتتكلم على سن العشرينات او اوائل الثلاثينات، فهو الاولويات بتتغير. كنت شقي شوية، عندك وقت فراغ، كل الكلام ده بيتغير لانه الناس بتبدأ تركز في شغلها، بيبدأوا يركزوا في تكوين أسرة إلى آخر هذا الكلام. طبيعي من الوقت ده كل حاجة بتتغير. لو ما كنتش مختار صحابك صح، هتقعد القعدة اللي بقولك عليها دي، هما في وادي وانت غريب عنهم في وادي تاني. ده لو فضلت في أولوياتهم، والعكس صحيح لو هما فضلوا في أولوياتك. النقطة التانية إنك تبقى مع حد أو ناس قريبة منك بس مش فاهمينك، مش مقدرين ظروفك، مش بيسمعوا كويس، فأنت بتحس برضو إنك بتكلم نفسك أو تقريبا لوحدك. ودي معادلة ناس كتيرة ما يعرفهاش او ما يحسهاش غير اللي عاشها. احساس انا معايا ناس بس هو مش معايا، انا حواليا ناس وبحبهم وهم كمان كده، بس مش فاهميني مش عارفيني. الحكايه دي بتحصل كتير ما بين ناس قريبين جدا لبعض، حتى لو في علاقه مع بعض قريبين جدا عادي، بتبقى انت بتقول كلام واللي قدامك مش فاهمه، بعيد عن الواقع، بعيد عنك خالص يعني. تلاقي نفسك بتشرح كتير بس اللي قدامك مش فاهمك، مش عارف يفهمك. وده ساعات بيحصل لما الكلام يكون قليل، او نزولاتك او خروجاتك بتبقى كلها هزار مفيش جد. بس لما تيجي فرصة كده وتتكلم واللي قدامك يفضفض او انت تفضفض، بتكتشف انه لا، ده الموضوع غريب قوي، ده اللي قدامي مش بيفكر فيا او مش فاهمني، وانا ده كمان قادر افهمه. اخر حاجة انك تبقى عايش مع ناس خايف من حكمهم عليك، عايش بصورة مش صورتك عشان يقبلوا انك تبقى وسطهم. الناس دي حوالينا، واحيانا بنبقى احنا كده اصلا في مجتمعات كتيرة، تبقى انت ضايع بس في مجتمع محترم. تحسه لو حد عرف انت بتعمل ايه هتبقى مصيبة، مش هتكمل وسط الناس دي. الناس دي ممكن تكون اهلك للاسف وانت بتعك من وراهم، ممكن يكونوا اصحاب الشغل، شوية اصحاب محترمين وانت مخبي عنهم الجزء ده. عشان كده في ناس كده بتبقى عندها جزء
مضلم في حياتها، محدش يعرفه غيرهم ومش بيشاركوه مع حد. وبالتالي لو حد نكشه أو الجزء ده بان بأي شكل من الأشكال، الشخص ده هيسحب نفسه في هدوء جدا و... وهيمشي وهينعزل، لأنه هيبقى عارف إنه محدش هيقبله بمشاكله وماضيه، وأيا كان بقى الجزء المظلم ده عبارة عن إيه. طب نعمل إيه بقى في النكد ده؟ هنقول كام نقطة كده ونسيب نقطة كده مهمة للآخر. مبدئيا اختار صحابك عدل. مفيش حاجة اسمها أصل مفيش غيرهم. لو مفيش مش مهم، مش لازم يبقى فيه صحاب، بس ما تقعدش غريب، لأنه لما يحصل لك مصيبة ولما تبقى محتاج حد في الغالب برضه مش هتكلمهم، مش هتكلم ناس غريبة عنك. وصدقني هي مسألة وقت وصحابك دول يسيبوك وانت تسيبهم، لأن انتوا مش شبه بعض. اختار صح، دور على اللي شبهك بجد، مبادئه ومعتقداته وأفكاره، ويعني أولوياته تقريبا تبقى شبهك. حتى لو رست على واحد أو اتنين في الآخر وشبهك وجدعان جدا، خلاص حلو قوي. لو مش معناش شبهك امشي، مفيش حاجة تجبرك انك تبقى قاعد متقدر. وثق ان انت في وقت من اوقات حياتك ربنا هيبعت لك ناس كويسة شبهك تبقى معاك في حياتك ويبقوا جدعان جدا في مواقف في حياتك. تاني حاجة، محدش له انه يحكم عليك غير ربنا. غير كده اعمل اللي انت عايزه طالما عارف مبادئك واخلاقك. اعمل اللي انت عايزه، راجع دايما نفسك انا ماشي صح ولا غلط. خليك عارف ان محدش فينا ملاك، كلنا ورانا بلاوي، بس معظمها مش ظاهر. فلو بلوتك انت ظهرت ما تقولش انا معيوب ولا فيها مشكلة. محدش يحكم عليك غير ربنا. ما تحسش انك مش مقبول، او تخلي اصلا حد يحسسك انك مش مقبول. راجع نفسك، راجع تصرفاتك. لما تبقى غلطان اعرف انك غلطان وحسن من نفسك، بس محدش يقولك انك مش مقبول، لانه في الاخر فعلا كلنا مش ملاك. اخر حاجة واهمهم، ويمكن تيجي اولهم، ان جوه كل حد فينا فراغ واحتياج لن يملأه الا الله. الاحتياج ده يكش تتشقلب عشان تملاه بناس صح وجدعة وكويسة وحبايبك، برضه هتحس بوحدة، وهتحس ان محدش فاهمك حتى لو اقرب الناس ليك. ربنا هو الوحيد اللي هيقدر يكفي احتياجك ده. هو اللي بيسمع وبإنصات، هو اللي بيقبل كل مرفوض، كل شخص غير مرغوب فيه. بيقبل الضعيف واللي قرفان من نفسه واللي الناس مش بتحب قعدته. بيقبل الفاشل والطموح، بيقبل المتكلم والمنطوي. بيقبلك وانت فرحان وانت متضايق، بيقبلك وانت محترم وكويس، وبيقبلك وانت ضايع. من الآخر بيقبلك في كل حالاتك وفي كل أوقاتك وفي كل ظروفك. وعلشان كده هو هيبقى أحن عليك من أي حد تاني. آخر طلب، فاكر لما قلنا إنه في ناس عندهم جانب مظلم كده محدش يعرفه، وبيخافوا لو اتعرف يترفضوا، ونادرا لما يلاقوا حد يحتويهم أو يقبلهم بجد بمشاكلهم وتخوفاتهم؟ من فضلك لو شفت حد كده اقبله، ما تسيبوش غير لما يرتاح ويحس بالأمان ويفضفض لك ويحس ان انت قابله فعلا وقادر ان هو يتكلم معاك براحته. اعرف انك في الغالب ملجأه الاخير والوحيد، ملوش غيرك. اتكلم معاه، اقبله، اديله فرصة انه يتحسن، اديله فرصة انه عينيه تتفتح ويغير من نفسه. بس اول نقطة عشان حد يتغير انه يبقى مقبول وما يحسش ان هو لوحده.